الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صباح الخير والسعادة والهنا والرضا والجمال على كل عيون متابعيني الحلوين اللي بيتابعوني من كل مكان. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة روتيننا خفيف لطيف سريع وفي اكلات كتير حلوة هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك من ايديكم الحلوة، وكمان لو انتم مش مشتركين عندي في القناة تدوسوا على زر اشتراك اللي هتلاقوه موجود تحت الفيديو، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم. صحيت النهارده كمان متأخرة زي العادة، احنا بقالنا اسبوع بنصحى متأخر بسبب ان زين نومه متلخبط. بننام الساعة 7 الصبح او 8 الصبح، ونصحى بعد الظهر بقى ممكن نصحى 2 3 4 حسب ما بيصحى انا بصحى معاه. فالساعة كانت 1:30، قلت هقوم احضر فطار. عملت حمرت شوية بطاطس، حطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمون. وكمان بقى هقولكوا على طريقة حلوة جدا للجبنة القريش. لو عندك اطفال وعايزاهم ياكلوها بس هما مش راضيين، فاقولكوا على طريقة حلوة قوي ليها. المهم كنت سلقت بيض، واحدة ليا واحدة لزين. طلعتهم وحطيتهم في طبق. والفلفل الالوان بقى بجيب صينيه وبحط فيه فلفل احمر اللي انتوا شفتوه ده، وبنزل عليه زيت زيتون مش زيت عادي، اهم حاجه يكون زيت زيتون عشان الوصفه دي صحيه جدا. وكمان شويه ملح وشويه فلفل اسود. ودخلت كده الفلفلايه دي تحت الشوايه، بلاش تعملوها على البوتاجاز من فوق. القشره من بره هتتحرق والفلفل مش هيتشوي حلو، لا دخلوها الفرن على الشوايه بتاعه الفرن. طلعت معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اتحمرت كويس. انا مش عايزاها برضو تتحمر اللي هي تبقى مهريه قوي، يا دوب بس يعني تتشوي من على كل جنب، حاجه كده بسيطه. جبت الكبه بتاعتي واخدت 3 قطع من الجبنه القريش، والكميه اللي هعملها دي تقعد معانا اسبوع. يعني الجبنه بيبقى صلاحيتها اسبوع مش اكتر من كده، بحيث كل اول اسبوع او كل اخر اسبوع نبدأ نعمل للاسبوع اللي بعده. فحطيت 3 قطع من الجبنة القريش، وكمان نزلت بكوباية الحجم اللي انتوا شايفينه ده من اللبن. لبن يكون ساقع مش سخن خالص. ممكن كمان خطوة اختيارية ان انتوا تزودوا معلقتين كبار من الزبادي وفص صغير من الثوم. بس انا ما حبيتش يعني ازود توم، لان انا هقعدها عندي في التلاجة، فقلت ممكن التوم يغير طعمها، وانا يعني مش هجرب في كمية صغيرة، لا بالنسبة لي ال3 قطع دول كمية كبيرة. انتوا عارفين دلوقتي الجبنة القريش اسعارها غالية. بدأت بقى ان انا سبت الفلفل يبرد شوية، وبدأت ان انا اقشر القشرة بتاعته كده، علشان لو حطيناه بالقشرة بتاعته هتحسوا ان الجبنة خرزت منكم والقشر باين فيها يعني شكلها مش حلو كمان. ممكن القشر يديها سنة مرارة كده، فمش هتبقى احسن حاجة. بدأت بقى ان انا اقشره، ممكن نقشره بالسكينة كده زي ما انا بعمل، او نسيبها بقى لحد ما تبرد تماما علشان تعرفوا تقشروه كويس. وبعدين بروح جايه فتحاها نصين، ولازم نشيل منها اي بذر، لان البذر برضو هيمرر الجبنة لو حطينا الفلفل بالبذر بتاعه، لا. بدأت بقى ان انا اضربه بالكبة، بس لو حسيتوا القوام تقيل شوية ممكن تزودوا شوية لبن كمان، او ممكن تزودوا زبادي، او ممكن تزودوا زيت زيتون، بس الافضل لبن او زبادي. انا في الاول كنت حاطة 3/4 الكوباية، زودت بقى الربع الاخير اهو، علشان تبقى معانا كريمة كده زي الجبنة الكيري بالظبط. وبصوا والله طالعة يعني ما شاء الله، يعني لو هنجيب الجبنة دي من بره هندفع فيها كتير قوي. بقعد اضربها في الكبة كده حوالي 3 5 دقايق، يعني من 3 ل5 دقايق، بحيث بس اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. تنفع في الخلاط، تنفع في الخلاط، بس في الكبة احسن، لان الخلاط مجرد ما العجينة تتقل معاكم وتبقى شبه الكريمة كده هتضطروا ان انتوا تزودوا لبن، فتطلع معاكم سايبة قوي، او يعني مش هتعرفوا تضربوها في الخلاط كويس زي الكبة. جبت بقى طبق، قلت هاخد شوية افطر بيهم. حطيتها، كنت عايزة اوريكم يعني شكلها عامل ازاي، فاخدت لي كده معلقة كبيرة حطيتها في طبق. واهم خطوة بقى اللي هتخلي طعمها يروح في حتة تانية خالص، ان انا بعد ما بحطها يعني بعد ما بخلصها كده وتبقى كريمي، ببدأ ان انا انزل عليها بشوية من زيت الزيتون،
وكمان شوية من حبة البركة. وعلى فكرة ينفع تعملوا الجبنة القريش بأطعمة كتير جدا، ممكن تعملوا منها الجبنة الرومي، وممكن تعملوا منها الشيدر، ممكن تعملوا منها جبنة بالخضار كده تحفة. فكل يوم بما ان بقى احمد عامل دايت، فكل يوم او كل يومين كده هتلاقوني عامله لكم وصفات حلوه للجبن، ممكن تنفع معاكم لللانش بوكس عشان الاطفال والمدارس، هتبقى صحيه. وبجد طعم الفلفل المشوي فيها مخلي طعمها مش جبنه قريش خالص، طعمها حاجه تانية، زي الجبن اللي بنشتريها جاهزه من بره اللي هي بتبقى معلبه ومبستره. بس الفكره ان احنا عاملين دي في البيت وضامنين النظافه والجوده وكل حاجه ضامنينها. الباقي جبت علبة تلاجة وحطيت الكمية اللي اتبقت في العلبة، وهروح جايه مسوياها كده بالمعلقة، وبرضو نازلة عليها بشوية من حبة البركة وشوية من زيت الزيتون وبس. واروح جايه بقى قافله العلبه وحطاها في التلاجة. وزي ما قلت لكم ما تقعدش في التلاجة اكتر من اسبوع علشان ما تبصش معاكم. يعني ما تعملوش مثلا تكونوا جايبين 2 كيلو من الجبنه او كيلو من الجبنه فتعملوا الكميه كلها وتقولوا انا هقعدها الشهر، لا، خلوا حاجه الاسبوع باسبوع احسن بكتير. لو هتلاحظوا كل شويه هتلاقوا الكميه بتاعه البطاطس عماله تقل، بس ده لان زين كان صاحي. هو بيحب البطاطس جدا زي كل الاطفال، احنا عارفين الاطفال كلهم يعني رقم واحد في الاكل البطاطس. فكان كل شويه يجي تحت رجلي ماما 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 ماما، فكنت بديله تصبيره كده لحد ما البطاطس يعني بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى العيش التوست الاسمر، وبحاول على قد ما اقدر يعني ان انا اشارككم الحاجات دي. ليه؟ علشان كان في كذا حد بيقول لي يعني ما تعرفيش طريقه ازاي ننزل في الوزن بتاعنا، خصوصا ان الشتاء داخل. فعشان كده بحاول ان انا اشارككم بقى كل الاكلات الجميله دي والسلطات الدايت. وبصوا في مفاجآت كتير قوي الايام الجايه ان شاء الله، بس انتوا اهم حاجه تابعوني وفعلوا زر الجرس. جبت بقى التوست وبدات كده ناخد معلقتين من الجبنه وحطيتهم على التوست ودقته. وبجد انا كنت رافضه فكره الاكل الصحي ده تماما، لان انا من محبين الاكل الجاهز بقى والحاجات دي كلها. بس لما دقتها لا بجد تحفه، احسن من الجبن اللي بجيبها من بره بكتير. فقررت بعد كده ان الجبن بتاعت الشهر هعملها انا وعينها في التلاجة. فطرنا الحمد لله، ودي كانت الفقرة بتاعت الأستاذ زين، النص ساعة اللي أنا بقسمها له على مدار اليوم. حابب قوي المشاية دي، مع انه هو اصغر شوية كان رافض تماما ان هو يقعد فيها. بس مش عارفة يعني كل ما يكبر كل ما يتعلق بالحاجات اللي كان بيرفضها وهو صغير. فحطيته فيها كده وسبته، هي نص ساعة بس مش اكتر من كده، على ما ادخل انا اخلص الاطباق بتاعة الفطار واشوف لو في اي حاجة تانية هتتعمل. وبكون ظابطة التايمر علشان الوقت ما ياخدنيش. وبرده كل شوية كده وانا مش موجودة جنبه يعني بنادي عليه بحيث اطمن ان هو قاعد مكانه وان هو كويس. لان حصل لي موقف امبارح كنت حاطاه، بس كان قاعد بقى على الكرسي بتاع اللي جنب الركنه ده، فكان قاعد بيتفرج على الكرتون عادي جدا زي ما بيتفرج. بس ده كان النص ساعة التانية في اليوم. المهم ناديت عليه كذا مرة ما ردش عليا، فغسلت ايدي بسرعة، كنت بعمل حاجة فغسلت ايدي بسرعة وخرجت اشوفه. فلقيته كان قاعد على الكرسي بس نايم على نفسه خالص ورايح في النوم. كان فاضل له يعني حاجة بسيطة جدا ويتقلب على وشه من على الكرسي. فعشان كده انا من وقتها وانا خايفة، اللي هو لازم كل دقيقتين او 3 دقايق زين ماما كده لازم يرد عليا، حتى لو بعصبية، حتى لو مثلا هيزهق من كتر ما انا بسأل عليه. بس لازم تكونوا متابعين الاطفال جدا لانهم بجد يعني لا، عينينا لازم تكون عليهم دايما في كل مكان حتى في البيت. بدأت بقى ان انا كده افضي الاطباق بتاعة الفطار من اي بواقي وغسلتها. قلت يعني بالمرة بما اني واقفة فيلا بينا نخلص المواعين، علشان طبعا لسه في اطباق وحلل ومعالق بتاعة الغدا، فنخلص اول باول كده يكون احسن بكتير. طبعا فجأة لقيت الساعة بقت 4، وبجد اليوم اللي بصحى فيه متأخر بحس ان انا يعني مفيش، اليوم بتاعي خلص وانا ما عملتش اي حاجة. عكس اليوم لما بصحى بقى من بدري ونفطر كده في ميعادنا الطبيعي اللي هو الساعة 9 9:30 بالكتير قوي، ونقعد مع بعض نلعب ونتفرج على التلفزيون ونقوم نحلي وبعدين نرتاح وننام ونصحى نعمل الغدا.
بجد يعني لأ، الصحيان بدري أحلى بكتير طبعًا، يعني الصحيان متأخر ده باحس إن أنا أساسًا قايمة من النوم جسمي متكسر ومش قادرة أعمل أي حاجة، حتى المعلقة باكسل إن أنا أشيلها. كان في أم بتسألني بتقول لي: "أنا قاعدة في بيت عيلة بس هُم بيعملوا دايمًا معايا مشاكل كتير وأنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أتلاشى المشاكل دي أو ما ادّيهمش اهتمام أو أسيبهم مثلًا يتكلموا مع نفسهم أو يزعقوا مع نفسهم، بس كل أمّا أتجاهلهم كل ما يزيدوا أكتر في اللي بيعملوه ويزيدوا أكتر في إن هُم يضايقوني وجوزي مسافر مش قاعد معايا." بجد يعني أنا من خلال تجربتي وإن أنا متجوزة في بيت عيلة، أنا باقول لكم بلاش، بلاش، بلاش للمرّة المليون بلاش بيت عيلة حتى لو هيعيّشِك مَلِكة، ما فيش حد هييجي على أهله علشان خاطرِك، دي خلّينا مقتنعين بيها تمامًا. أنا مشكلتي كلّها مش في أهل جوزي، يعني مامته الله يرحمها كانت كويسة جدًا وكانت أم التانية بجد، ما كانتش بتحرمني من أي حاجة، لمّا كانت بتيجي لي والله العظيم كنت باصحى من النوم ألاقي الشقة مكنوسة، والاقي المواعين مغسولة ومتصفية، والاقي الفطار كمان متحضّر، وهي تخبّط علينا تصحّينا تقول لنا يالّا عشان تفطروا، فلأ ما كنتش كانت خفيفة لدرجة لا تتخيلوها. وباباه برضه نفس الكلام، كان في برضه بنت بتسألني بتقول لي: "هو أنتِ قاعدة مع مامتِك في نفس البيت؟" لأ بُصّي، هو البيت اللي إحنا قاعدين فيه أساسًا ده بتاع جِد جوزي تمام، هو ما شاء الله ربنا يدّي له طولة العمر معدّي ال92 سَنة ما شاء الله يعني، فبابا واخد شقة في الدور الأول وأنا شقتي اللي متجوّزة فيها في الدور التالت، بس الفكرة بقى في عمّات جوزي وعمامه وولادهم وكده يعني فاهمين قصدي؟ اللي هو أنا ما ليش حَمَى فعايزين هُم يعملوا عليّا حَمَى، بس طبعًا الشخص لمّا يكون شديد وبيعرف ياخد حقّه كويس جدًا وما بيخافش من أي حد، أنا دي شخصيتي، أنا ما باعرفش أسكت عن حقّي، أنا ليّا حق هاجيبه حتى لو كان إيه. فهيتجنبوكِ بقى وبُصّي ما حدش هيقدر يتكلم معاكِ ربع كلمة، لكن هيلاقوكِ طيبة وبتسكتي مرّة و2 و3 أنتِ مجرد ما سكتِ من أول مرّة أساسًا فخلاص كده الدنيا باظت، مش هتعرفي تاخدي منهم لا حق ولا باطل، فأنتِ طالما يعني الناس دي بتأذيكِ أو يعني هاقول لِك إيه، دايمًا عاملين مشاكل، فأنتِ من أول مشكلة كده خدي حقِّك. دي ما طالما أنتِ مش غلطانة أو ما جيتيش على حد أو مش بتعملي حاجة غلط ضد العادات والتقاليد مثلًا، فلأ أنتِ خدي حقِّك، بس ده اللي أنا أعرفه، أنا آخد حقي عشان أعرف أقعد في المكان، طالما ما فيش قدامِك خيار تاني إن أنتِ مثلًا تمشي في شقة برّه، فخلّي كده شخصيتِك قوية وردّي مرّة ومرّة تجاهلي، مرّة تجاهلي ومرّة ردّي كده، لكن عشان تسكتي خالص لأ طبعًا ده ما ينفعش، وما توسّطيش حد عشان يجيب لِك حقِّك. لمّا يعرفوا إن أنتِ ذات نفسِك بتاخدي حقِّك بنفسِك، هُم هيخافوا يقرّبوا منِّك أساسًا. أنا والله العظيم لو حكيت لكم أنا أول ما اتجوّزت إيه اللي حصل، مش هتتخيّلوا بجد، مش هتتخيّلوا إن دول بشر. أنا حياتي كلّها كانت عبارة عن مشاكل بقى وصراعات وحاجات كده ما يعلم بها إلّا ربنا، بس الحمد لله ربنا بيعوّض جدًا، الحمد لله يا رب على كل حال. ودلوقتي بقى لو تشوفيهم عاملين زي القطط، يشوفوكِ بس يركنوا على جنب على طول أو يخافوا ويطلعوا يجري من قدّامِك. خلّصت المواعين وحسّيت إن أنا خلاص بجد مهبّطة مش قادرة، فافتكرت إن أنا كنت جايبة جاتوه كده ومخنصراه في التلاجة بما إن أحمد بيعمل دايت، فالجاتوه ده بتاعي، فقُلت يالّا بينا بقى يالّا أطلّع قطعة كده بالشوكولاتة نضبط السكريات وناخد من الحلويات دي طاقة علشان نقدر نكمّل اليوم بتاعنا. أخدت قطعة والباقي لسه زي ما هو في العلبة ودخّلته التلاجة علشان ما انساهوش برّه، عاوزين يشوفوا فيبهدلوا كُلّه خالص. أكتر حاجة باحبها الشوكولاتة، بجد يا جماعة بتدّي طاقة رهيبة أوي، بس في أوقات تانية باحس إن أنا لمّا باكل حلويات أو آكل حاجة مسكّرة عمومًا أو شوكولاتة أو كده، باحس إن أنا كلتها وعايزة أنام، مش عارفة يعني شخصية عكس بعضها تمامًا. على ما كلت بابُص في الساعة لقيت الساعة بقت 17:30 طب وأنا لسه ما حضّرتش غدا ولا لسه عملت أي حاجة، فكنت مطلّعة فرخة بلدي من الفريزر كانت عندي بقى لها مثلًا شهرين أو 3، فقُلت كفاية عليها كده يعني، جِبت بقى حلة وحطيت فيها مَيّة، مجرد ما المَيّة غليت حطيت فيها بصلاية قسمها 4/4 مش للآخر زي ما أنتم متعودين وبنعملها مع بعض، وشوية فلفل أسود ده كلّه في المَيّة. وبس حطيت الفرخة وأنا بصراحة مش باعرف أكتّف الفرخة كده، يعني مش باعرف أعمل رجليها عكس عكاس أو خلف خلاف زي ما بيقولوا مش عارفة بيقولوا عليها إيه، زي ما بنحشي الحمام، فرجليها كانت طالعة لبرّه كده زي ما أنتم شايفين، فحاولت إن أنا يعني أضبط رجليها على قد ما أقدر، وقُلت برضه لمّا أغطّيها فرجليها هتنزل هي كمان في الشوربة. غطيتها وسِبتها تتسلق، وفي الجنب التاني بقى أنا كمان جهّزت البسلة، أنا كنت عاملة جنبها بسلة بالجزر
وكمان الرز. وخلصت الغدا الحمد لله، ما خدش مني معايا وقت، والفرخه برضو ما خدتش مني سوا كتير. حسيت بقى ان انا مفرهده كده، مش عارفه، اليوم كان بالنسبه لي حاسه ان انا عندي ارهاق شديد، وحاسه ان انا بقالي فتره برضو ظهري وجعني جدا، مش عارفه ده من ايه. ممكن يكون عشان شقلبت نومي وغيرت نظام نومي، بس مش بخاطري يعني، غصب عني. فطلعت بيجامه الاستاذ زين، وطلعت انا كمان ليا بيجامه، طلعت له الشامبو بتاعه، وانا السبلاش بتاعي البودي سبلاش. وحبيت ان انا اصوره لكم من قريب، علشان كان كذا حد منكم برضو بيسالني عايزين روتين العنايه بالبشره وبالجسم، وكل بقى البودي سبلاش والزيوت والكريمات اللي انت بتستخدميها. فقريب كده هحاول اصور لكم الروتين ده ان شاء الله كده على يوم الخميس او الجمعه، وانزله لكم. اخدت انا وزنزونه شاور، وطلعت سرحته كده وحطيت له زيت. صاحب احمد عامل له تركيبه خاصه، عشان هو اساسا شغال في شركه بتاعه زيوت وكده وتركيبات، وريحته بجد حلوه قوي. هبصوره لكم، هو بيتباع برضو بره، وليهم منافس بره عادي. وبس كده قعدنا بقى نلعب شويه ونتفرج على الكرتون شويه، وكمان نمنا، مش عارفه كنا كسلانين احنا الاتنين. وجات الساعة 9، أحمد جه، فجهزت أنا وزين الأكل، والفراخ صفيتها من الشوربة وحمرتها كده حاجة بسيطة تحت الشواية، علشان طبعا دايت يبقى ممنوع حاجة تتحمر في الزيت، ورشيت عليها شوية ملح وشوية فلفل أسود. وبس ده كان يومنا بالهنا والشفا.